زيارة الرئيس الروسي إلى الجزائر، التقى موفد روسيا اليوم إلى العاصمة الجزائرية حسن نصر الدكتور إسماعيل معراف مستشار المركز العربي الإفريقي للإعلام، والذي اتهم أوساطا جزائرية موالية لفرنسا بالسعي لإحباط التعاون مع موسكو. دكتور إسماعيل، بداية كيف تقيمون نتائج زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى العاصمة الجزائرية، وهل أنتم راضون عن مستوى التعاون بين البلدين؟ هي بالضرورة أن التقييم إيجابي، لأن هذا الزيارة كانت مرتقبة على أكثر من صعيد، ولو أنه لم يعلن عليه في وسائل الإعلام لا الجزائرية ولا الروسية. ولكن نحن صراحة في الجزائر نفخر بالعلاقات مع بلد بحجم روسيا، ونعتبر بأن هذه العلاقات هي استمرار لعلاقاتنا السابقة مع الاتحاد السوفيتي، وأن لا شيء تغير غير التسمية من الاتحاد السوفيتي إلى روسيا. لأن احنا في الجزائر من الناحية الاستراتيجية نعتبر بأن الاتحاد السوفيتي كان روسيا بكل ما تحمله من ثقل في الصناعة، وفي أيضا الثقل السياسي والأداء المؤسسات، لأن موسكو كانت هي الرأس الذي يحرك كل الاتحاد. ونحن رأينا في تقريبا انهيار الاتحاد السوفيتي أو تراجع الاتحاد السوفيتي هو مساعدة للاتحاد السوفيتي نفسه لأن يكون قوة حقيقية بعد أن يتخلص من إرث كثير من الجمهوريات التي كانت صراحة محسوبة عليه، وهي نفس القصة مع ما يسمى آنذاك بالديمقراطية الشعبية التي كانت تدور أيضا في الفلك الاتحاد السوفيتي. وبالتالي نحن في الجزائر كنخب، أنا لشرف أني أكون قريب نوعا ما من النخب الحاكمة، أن العلاقات بين البلدين هي علاقات متميزة، وأن الجزائر يمكن في المنطقة العربية رفقة سوريا البلدين اللذين لم يخذلا روسيا ولم يتآمرا على روسيا. وبالتالي أنه بقيت صراحة عند صانع القرار السياسي داخل روسيا بأن الجزائر هي بلد الذي يمكن أن يتكل عليه، وأنه ما زلنا لحد الآن داخل أجندات الدول التي تصنع القرار الآن في الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، بأننا محسوبين على التوجه الروسي. دكتور، كما تفضلت يعني أن الجانب العسكري كان حاضرا أيضا في مباحثات الرئيس الروسي هنا في العاصمة الجزائرية، لكن يعني وكما يرى المراقبون أنه خلال المرحلة الماضية كان هناك تشويش على طبيعة هذا التعاون، وكما ذكرت بعض وسائل الإعلام في الجزائر أن هناك جهات غربية كانت تريد بالفعل أن تؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة التعاون مع روسيا. هل لهذا الأمر مكانة بالفعل لدى الأوساط الجزائرية؟ شوف، صراحة أولا الغرب وفرنسا تحديدا لا تريد لأي دولة مهما كانت أن تتدخل في منطقة محسوبة عليها تاريخيا، وفرنسا تعتبر أن الجزائر ومنطقة المغرب العربي هي محمية فرنسية خالصة، وهي تدخل في صراع وفي نزاع مع أي بلد. وتعرف جيدا بأن روسيا وقفت موقف رائع وموقف مشرف وموقف أيضا على مستوى من المسؤولية، مسؤولية الدولة بحجم روسيا مع الجزائر، ولم توقف مثلا تعاملها العسكري مع الجزائر. وأنا أعرف الملف العسكري، التعاون العسكري الجزائري الروسي، وفي خبرات روسية موجودة بالجزائر تشتغل حتى في أيام الإرهاب، أيام العشرية الحمراء التي عرفتها الجزائر لغدك. الخبراء الروسيين كانوا يشتغلون، ولا يشتغلون فقط في مسألة التدريب والتكوين على الأسلحة التي تبيعها روسيا إلى الجزائر، ولكن فيه نقطة أخرى، هو أنه فيه أيضا مساعدة روسية للجزائر على بناء منظومة صناعة نووية في الجزائر. وهذا الشيء الذي يقلق ويخيف صراحة، لأنه بالنسبة لهم ليست فقط 7 ملايين و500 مليون دولار التي ربما اشترت بها الجزائر صفقة أسلحة من روسيا، واللي بين قوسين كان فيه مشكل بالنسبة للطائرات ميغ 29، ولكن بدرجة أكبر سخوي 30، وين ربما الكثير من وسائل الإعلام التي الفرنسية
أرادت أن تشوش، ووجدت بعض من الأجنحة داخل السلطة في الجزائر اللي محسوبة على فرنسا، وهذا لا يمكن ينكره أي شخص، لأنه في الجزائر هناك من لا يريد أن يكون لك تعامل مع روسيا.